آلم الشيء أي اشتد أثره حتى بلغ القلب. كيف تصف الألم في اللغة العربية؟ في العربية لا نصف الألم فقط بأنه وجع. الألم في اللغة العربية شيء يؤثر في النفس قبل الجسد. يقولون ألم الشيء أي اشتد أثره حتى بلغ القلب. لذلك العرب فرقوا بين وجع الجسد وألم الروح. الأول يشفى، أما الثاني فيسكن في الصدر طويلا. الألم ليس ما نشعر به، الألم هو ما نعجز عن قوله. يقول المتنبي: أجمل بيت قيل في الألم، يقول المتنبي: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلال، أو جوعا فحتى أجمل الأشياء تتحول مرة. المشكلة ليست في العالم بل فيما نحمله في داخلنا. الألم يغير الذوق، يغير النظرة، لكنه أيضا ينضغ الإنسان.